هو احنا ليه بناخد كورسات خصوصا لو لحاجه فنيه؟ اولا علشان نعرف احنا موهوبين ولا موهومين، ثانيا علشان نروح لحد يكون عنده خبره تفيدنا ويوفر علينا الطريق ويعلمنا المهارات المهمه علشان نقدر نشتغل بيها، ثالثا علشان نتعرف على ناس ونكون علاقات ممكن يكون العملاء بتوعنا او ممكن يكونوا بعد كده شركائنا. طب مين قال لك بقى ان المدرب اللي هتاخد معاه كورس هيشغلك؟ او مين قال لك ان الكورس اللي هتاخده في 8 او 10 او 12 محاضره حتى هتشتغل بعد كده عن طريق الناس دي؟ ما هم مش شركات توظيف. طب المدرب ممكن يوفر لي ايه؟ المدرب ممكن يوفر لك فرصه في حاجه معينه هو شايفك مناسب ليها. وهنا بقى عايز احكي لك حكايه. في سنه من السنين رحت اخد كورس فويس اوفر واذاعه. الكورس ده كانت فلوسه متقسمه لجزئين، ممكن تدفع فلوس الكورس وتتعلم بيها بس، او تدفع فلوس زياده وتتعلم الكورس زائد انك تعمل مشروع تخرج. مشروع تخرج ساعتها كان تقريبا 4 حلقات اذاعيه. انا الحقيقه ما كانش معايا فلوس، فدفعت الفلوس اللي اقدر اتعلم بيها وقلت انا قدام ممكن اعمل حلقات الاذاعيه من نفسي. وانا في عاده لما احضر كورس حتى لو انا عارف معلومات انا ما بروحش اعمل شو هناك، بروح متدرب اقعد ساكت افضل اسمع للاخر وما اسالش في اي حاجه غير مع نهايه كل محاضره. بعد ما خلصت الكورس خالص لقيت تليفون من المدرب، الو مشالي جهز نفسك علشان عايزك تروح تسجل في الاستوديو حلقه اذاعيه ومجموعه اعلانات. فانا استغربت المكالمه صراحه وقلت ممكن يكون طالبني بالغلط، فقلت له لا انا دفعت فلوس الكورس بس وما دفعتش مشروع التخرج. قال لي اه ما انا عارف بس انا عايزك تروح تسجل عينات احترافيه من الحاجات اللي بقول لك عليها دي والناس تعرف شغلك. ايه بقى اللي شافه الكوتش فيا انا ما كنتش عارف بس عرفت بعدها. قال لي انت كنت بتذاكر ومجتهد وباين عليك انك عايز تعمل حاجه، وده اللي انا عايز اقول لك عليه. انت محتاج تشتغل على نفسك وتبين مجهودك وتطور من نفسك طول الكورس، وكمان يكون عندك من المرونه انك تتقبل كل المعلومات. ارجوك اركن الايجو بتاعك على جنب وتعلم. طب ما انا رحت والناس قالوا عليا جامد قوي بس ما ادونيش اي فرصه. مش لازم الفرصه تكون مع الناس دي، انت محتاج تعمل شو لنفسك، وده ممكن نتكلم عنه في فيديو تاني. لو حابب اكتب لي في الكومنتات. من الاخر انت بتاخد الكورس علشان تتعلم وعلشان تبتدي تشق طريقك انت بنفسك. المدرب دوره انه يوجهك ينصحك، ممكن يقول لك امشي في الطريق ده وما تمشيش في الطريق ده، ولو في اي فرصه مناسبه ليك اكيد هيقول لك عليها. وبس كده، سلام عليكم.